يا أهلا يا ولاد يا حلوين. أنا جدكم حكيم، وجيت لكم النهاردة بحكاية جديدة فيها حكمة هتخلي قلوبكم منورة. يلا اقعدوا حواليا واسمعوا الحكاية معايا. في غابة الزهور كانت فيه عصفورة صغيرة اسمها إسراء. كانت جميلة وصوتها حلو، بس دايما تبص حوالينها وتقول: ليه مش بطير بسرعة زي النسر؟ ليه مش شعري لامع زي الطاووس؟ نفسي أبقى أي حاجة غيري. وفي يوم وهي بتزقزق فوق غصن شجرة سمعت صوت غريب بيقول: لو عايزة تبقي حد تاني تعالي معايا. بصت حواليها، لقت فراشة براقة بتقولها: أنا نونة، فراشة الأمنيات، ممكن أديكي جناحات نسر أو ريش طاووس أو حتى صوت بومة. إسراء طارت من الفرح وقالت: عاوزة أبقى كل ده، يلا نبدأ. وفعلا اتحولت كل يوم لشكل جديد، بس كل يوم كانت تتعب أكتر وتضيع أكتر، لحد ما في يوم حاولت تغني بصوت البومة، محدش سمعها. لما لبست ريش الطاووس ما قدرتش تطير، ولما أخدت جناحات النسر نسيت تزقزق. قعدت تبكي على فرع شجرة وقالت: أنا نسيت أنا مين. وظهرت نونة تاني وقالت لها بهدوء: أجمل حاجة فيكي إنك إنتي، محدش يقدر يغني زيك، ومحدش يقدر يطير بطريقتك. رجعت إسراء لشكلها الطبيعي وغنت أغنية جميلة قوي. الغابة كلها سكتت علشان تسمعها، ومن يومها بقت دايما تقول لكل اللي يقابلها: ما تقارنش نفسك بحد، كلنا فينا حاجة حلوة بس لازم نشوفها. يا ولاد، السر مش إنك تبقى زي حد، السر إنك تبقى أنت وتحافظ على جمالك من جواك. وخلصت حكايتنا يا ولاد. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان تتابعوا كل الحكايات الجديدة. أنا جدكم حكيم وبحبكم كلكم من قلبي.